نبلش يومنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحبا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. إن شاء الله أكيد بداية يومنا نبدي نذكر رب العالمين، نصلي لوجه الله سبحانه وتعالى، نصلي الصلاة الواجبة ونصلي ركعتين. أنا دائما كل صلاة واجبة بعدها أصلي ركعتين لوجه الله سبحانه وتعالى، وأدعو أطلب الدعاء وأدعي كل من أوصاني بالدعاء. فأكيد طبعا هاي شوفوا جاي أصلي وهذا الكتكوت قصته. فد يوم طلع فضولي برا بالشارع، لقيناه عقب الباب، دخل فضولي لجوا، بدا هو ينطي أكل ومي، وهاي بعد بقى ويانا تعود إلا ويانا داخل البيت. فهسه هنا إن شاء الله راح نبدي روتينا اليوم. شنو راح أسوي وياكم؟ مرقة الزوري أو مرقة السمك بكيفكم أنتم. أنا عندي هذا السمك الزغار الحمري يسمونه، مو أبو خريزة الخشني، لا حمري. بالبداية البصل والكرفس والطماطة حمستهم سوا، وخليت عليهم النوم وبصرة والكركم كاري كمون، البهارات حمستهم. وهاي هنا قليت السمك على جهة، وخليت فوق الحشوة اللي حمستهم. طبعا الريحة مالتهم كلش طيبة ويا البهارات. خليت المعجون، خليت بالبداية البصل، زيت وبصل وطماطة ناعم ثرمته، والكرفس حمستهم وخليت نوم بصرة، ومن بعدها المعجون وحمسته، وخليت المي والملح، وتركتها المرقة تفور على جهة. هنا أنا كملت قل السمك شنو هو؟ الحمري مثل ما قلت لكم، يعني حجمه كلش صغار، مو خشني. هاي يشوفونه هو مو خشني ولا أبو خريزة، حمري يصير. وأغلبية البنات على الأقل قالت كلش طيب الحمري، فأنا سويته هالمرة مرقة، لأن اشتهيت أسوي مرقة. والمرقة على الطباخ، وهنا حضرت المواعين اللي أصب بيهن مثل ما شفتوهن على السنك، شطفتهم وكملت. والمرقة راح تشوفونها مستوية وكاملة. شوفوا شلون الثخن مالتها، طبعا كلش طيبة، حموضة وملوحة بيها، كلش طيبة. فهنا بعد ما كملت المرقة أكيد أغطيها واستوت، أبلش بالخبز. أنا تعرفون صار لي تقريبا 3 أشهر ما خابزة أنا، لأن ذيك الفترة كنت عند أهلي، ومن جيت نجيب من فرن، يعني من الفرن ما عندنا طحين وما اشترينا، ونجيب من الفرن، فقلت ليش أخبز. فهذا الوقت اللي بديت أبلش أخبز بيه خبز. فعجنت العجين وكملت المرقة مالتي، استوت على جهة، طبختها وكملت كل شيء، وبديت أجلف بالتنور الكهربائي. طبعا هذا التنور أنا أخليه دائما فوق وين السخان والصوبات اللي عازلتني الكهربائيات، أخليه هناك فوق يمهم، ووقت ما أريد أخبز أنا أنزله لجوا. فهنا هاي صار لي فترة ما نظفته، لقيته مترب من فوق كلش تراب عليه، لأن تاركته كلش هواي، وجلفتهم هنا هاي ما وقع من عنده. أتذكر من سويت اللحم بعجين، سويته بهذا التنور شوية لزق هذا بيه، إذا تتذكرون بالقناة نشرته. سويت بيه لحم بعجين، طبعا كلش طيب صار بيه بهذا التنور لحم بعجين. هنا بعد ما جلفته وكملته، شوفوا شلون نظاف. هو التنور جديد، يعني كل شي ما بيه نظيف وجديد وكلش فايدني. فهنا إن شاء الله أنا مفكرة أريد أجيب أشتري تنور مالت غاز، لأن كلش عاجبني أخبز بيه. فإن شاء الله أخذ لفترة وأجيب تنور غاز. أسعارهن كلش زينة، أريده هيك كلش صغير، حجمه تقريبا 60,000 عاملت عليه. وإن شاء الله من أجيب أشتري أخبز بيه وأصوره لكم. هنا بدينا نشنق العجين، وأنا أشنق من العجين أكيد ما أنسى فقرة من فقراتي. كل فقرة أنزلها أو كل تصوير أو مقطع أنزله، أنا أكيد ما أنسى فقرة الإجابة على الأسئلة اللي موجودة بالتعليقات. كل تعليق تعلقوا بنات، سواء إيجابي أو سلبي، أنا أقرأ. فالحمد لله والشكر ماكو تعليقات سلبية. كلكم بنات مؤدبات ومحترمات، وربي يوفقكم إن شاء الله. وما قصرتوا بالفيديوهات السابقة على التفاعل وعلى اللايكات، شكرا لكم بنات. وما أنساكم بالدعاء على كل من تنطي لايك، كل من تنطي لايك صدقوني بنات ما أنساها بالدعاء. متابعة من المتابعات قالت إذا عندك طبخ وتنظيف في البيت شو وقت تبلشين يومك؟ أكيد أنا الساعة أقعد من وقت، إذا عندي شغل أو تنظيف عميق للبيت أقعد الساعة بالتسعة. شو أسوي؟ أخلي الجدر على الطباخ، مثل شو عندي دجاجة أو أي شيء أخليها على الطباخ تفور، أخليها، وأخلي الملابس بالغسالة. الغسالة وحدها تغسل والجدر وحده يفور، وأنقع تمن. أبلش بشغلي. شنو التنظيف؟ أبلش بيه، أنظفه كلش البيت، تنظيف غسيل، شنو اللي عندي، فراشات، أي شيء أكملهم، وأني أشتغل وأروح أشوف جدر وين صار،
كمل بعدين واني اشتغل اروح مثل اطبخ التمن واني اشتغل مثل اروح اكمل بقية الشغل، وهذا هكذا يعني. وهم اكيد ما راح يكمل الشغل، يعني شغل البيت ما يكمل قبل الغداء تتغدين، لا يبقى نص عن نص. تروحين تتغدين تكملين الغداء، روحي غسلي المواعين، نغسل المواعين، نكمل غسل المواعين. من بعدها شنو ابلش يعني اكمل البقية مال تنظيف البيت، او التنظيف شنو اللي عندي اكمل البقية مناش. وقت ما تصير العصر يلا اقدر ارتاح واكمل شغلي كامل طول اليوم. ومتابعة قالت ايش قد عمرك؟ عمري انا 30 سنة، وعندي طفل واحد هو أبا الفضل. قالت عندك بس فضولي؟ عندي بس فضولي وعمره 5 سنوات، وحاليا يعني ما الأطفال مو ما أفكر وما مستعدة حاليا للأطفال بسبب يعني صحتي. وإن شاء الله الله كريم، الله يرزق الجميع إن شاء الله الذرية الصالحة. وبيتي ملك لو إيجار؟ بيتي الحمد لله بيتنا ملك. أول ما تزوجنا إحنا بيت وحدنا الحمد لله والشكر، بيت ملك. ومتابعة قالت ايش وقت يعني العناية بالبشرة، العناية مثل بنفسك بعد هذا الشغل اليوم المتعب. أكيد كل أم بيت تتعب بشغل البيت، تنظيف، طبخ، تعرفون البشرة تلوحها دهون، يعني بكل شيء، الأتربة، التراب، تنظفين، تغسلين، تكنسين، هذا كله تعب إلك جسمك والبشرة للبشرة. فأكيد أكيد إحنا مخصصين إنه مو فقط تنظيف وشغل وللبيت وتاركين مثل نفسنا، أو تاركين مثل ما نقول إنه عندنا روتين للبيت. أكيد إنه روتين لنفسنا، روتين لنفسنا شنو؟ تنظيف. أكيد إحنا بعد الشغل هاي يومية، العصر الشاور نسبح يومي. وأكيد نعتني ببشرتنا، المقشرات، الدهون، المرطبات، الفيتامينات، هذا كلهن بعيد عن الخلطات. الخلطات أبد ولا نهائيا ما أدنا لهن ولا أتقربوا لهن، الخلطات اللي الوجه. ومبتعدة هم عن المكياج. فبنات يعني راح أنزل لكم إن شاء الله الروتين الجاي، راح أنزل لكم روتين خاص بالعناية بالبشرة. شنو الاعتناء شلون، وش أخلي لوجهي. طبعا بنات وجهي الحمد لله والشكر صافي، وما بي لا حبوب، لا بي مثلا مثل ما تقولون تصبغات، ولا كلف ولا أي شيء. ليش؟ لأن مبتعدة عن المكياجات. وأكيد الروتين راح أنزله لكم وأنزل لكم الطريقة شلون نعتني بالبشرة وشنو اللي نستعمله، وخاصة حتى من نطلع شنو نخلي للبشرة. فأكيد راح ينزل لكم هذا الروتين. هاي مثل ما تشوفون بعد ما كملت الطبخ، وبعد ما عجني بعد ما خبزت العفو كملت الخبز. وهاي قدامكم هنا، هذا خبزنا الحمد لله والشكر. أكيد أكيد إحنا مرقتنا كاملة وجاهزة، مخليتها على الطباخ وكملت. قبل لا أخبز أنا طفيتها، وهاي هنا صبيتها. سهمنا وسهمكم ألف عافية. طبعا صبيت بس إلي أبو فضل ما يحبها نهائيا، ما يحب مرق السمك أو مرق أبو خريزة أو الحمري، هو أنواع المروقات ما يحبها. السمك يحبه بس شوي، يحب الشوي ويحب القلي، المرق ما يحبه. فصبيت بس أني، وعندي فضولي ابني هم والله قال صبي لي، صبيت لها صحن لأن أكل فضولي شوية هم يحبه. ليش؟ لأن أنا مو أكثرية وقتي كنت عند أهلي، أتأخر عند أهلي، وأمي دائما هاي المرقات ما تنقطع عن البيت، دائما تسويها. تعرفون أمهاتنا تحب تسوي هاي المرقة السمك، مرقة الزوري، أبو خريزة، المصموطة، أكيد كلها تسويها. فتعود ابني على النمط هاي المروقات فحباها، فأكل وياي الحمد لله والشكر. سهمنا وسهمكم ألف عافية. هاي هنا شوف هاي الحمامات وين داخلات لي جوا. لقيت إن عندي راح أسوي حملة للمنور. مثل ما تشوفون هذا المنور قدامكم، يعني مسوية لعبات بيه لعب. فقلت لازم أسوي حملة عليه حتى ما أخليه يتراكم، لأن ما نقدر نخليهن بالطارمة. هم يعني الغسالة هم مش حالها صاير، ما أقدر أخليهن ذن الحمامات بالطارمة. ليش؟ لأن إلا قفص، من يجيب لهن قفص يلا أقدر أخليهن بالطارمة. لأن إذا أخليهن هسه وهن بدون قفص يلعبن لعب بالطارمة، فهنا لا. ليش؟ هن أصلا ما يطيرن، وحتى لو خليناهن بالطارمة ما يطيرن، لأن الطارمة مالتنا كلها مثقفة، يعني ما بيها أي شيء مثل يطلع أو هذا. كله مثقف ومشبك داير ما داير فوق السياج، فما يقدرن يطيرن. هنا هاي شوفوا الوضعية مالت المنور، هاي لأن محكم شوية فنخليه هنا. هاي هنا بعد ما سويت له حملة كاملة تقريبا تأخرت فد نص ساعة أو أكثر من نص ساعة. جلفت الأرضية كلها كنستها وجلفتها بزاهي ونظفتها، وتعبت على الغسالة كلش تعبتني، لعبات بيها لعب.
فكملتها ونظفتها وجلفتها وكل شي جهزتها. وهاي تشوفون هنا قدامكم. هم الغسالة ما بقيتها هيك بعد ما نظفتها وخليتها تلمع لمع. خليت عليها هذا المفرش أو هذا الغطاء خليه عليها أحسن حتى ما يدمرنها أو يتلفنها بعد. وهنا شوفوا هاي الغسالة الحمد لله وشكر كملنا شغلنا. هنا نبدي نكفكف بالبيت. طبعا هاي صليت صلاة العصر كملتهن. راح أصعد هم اللي فوق. دائما أصعد لي فوق الدرج وشي أرتب أشوف شنو اللي موجود فوق السطح على الدرج على هاي هنا تشوفون الصوبات. هاي هنا مشيست هنو بكراتين كل شي موجود. كل شي منظمته ومرتبته. هذين الفرشات كملتهن وغسلتهن ونظيفات ومشطوفات وكلهن نظيفات. فيبقى إن شاء الله بشهر 12 أني أفرشهن. هاي الغرفة الفوق اللي قلت لكم مسويتها مخزن. شوفوها انتم غرفة كلش نظيفة. نظيفة دائما يعني وتلمع. هاي شفتوا الحياطين مالتها المروحة. مخليتها مخزن يعني الأغراض اللي ما أحتاج يعني اللي حسب الحاجة مثل ذني مالت الشوي مالت الكباب والتكة والمعلاق. هاي السلة مالت السفريات مثل سفري إذا مثل نروح مثل سفرة أو شي ناخذ بيها الأكل. والمشو هذني السيبايات او شو يسموه انتم مالت الشوي السمك ومالت الشوي مالت الابقار والدجاج اللي على الفحم. وهنا هذا الملحق كاونتر مخليته قديم عندي مخليه بيه المواعين اللي ما احتاجها. هنا موجودات مخليتهن. واكو عندي هواي غراض مخليتهن جوا بالكنتور. هذا روتيني بنات كامل. واكيد اكيد ان شاء الله عجبكم. ولا تنسون تضغطون لايك. وان شاء الله راح اخذ لكم هذه المره ان شاء الله الفجر زياره. هالمرة زيارة الفجر إلى مقام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وما نسيتكم أكيد بالدعاء وخصيصا المريضة اللي طلبت الدعاء هي فاطمة اسمها. الله ينطيك الصحة والعافية. وأكيد ما نسيتكم بالدعاء. لهنا بنات شكرا لكم وخليكم ويا الزيارة. شكرا لكم واطلبوا حوائجكم. ومع ألف ألف سلامة. نگاه کردم به ما